دو بون زامي انا من بابا الله يرحمه. غياب الاب جبل وتهد على ظهرها، واجمل هديه عيد ميلاد بوسه على الخد. بوسه حضن. واكيد اسمه عبابسه. طيبته وانا جدا نشبه هو نية الله يرحمه، كان نية جدا، وانا اخذت الصايد هذا منه. جبل وتهد على ظهري جدا، يعني بعد 4 أيام من دفنته الله يرحمه سافرت. الاب كان كل يعني نفتقد شيء يكون بيننا قد ما نحبه، لكن لما نفتقده صعب جدا. فلة الجزائرية تكشف حالتي الصحية غير مطمئنة. صحيا شوية تعبانة من صحتي، ولكن ما يكون غير الخير إن شاء الله. وحصريا ولأول مرة في برنامج تلفزيوني، فلة الجزائرية تغني الشهيدة، كلمات الأخت نعيمة وألحان فلة في أول تعامل بينهما. من أنت؟ فلة الجزائر. باقة ورد لمن تهديها؟ أهديها إلى أمي العزيزة ونقول لها ربي يطول في عمرك. باقة شوك لمن ترميها؟ شوك يجرحني من شدوش. أسوأ خبر سمعته؟ أسوأ خبر سمعته إنه بدون تردد طبعا، وطبعا خبر وفاة أبويا طبعا. شخص لا ترفضين له طلب؟ قايمة أختي لتطلبوا قايمة أختي. من يطربك؟ العديد أكيد، لكن حسين الجسمي من الأصوات الجميلة اللي نحبها. تجربة تتمنين تكرارها؟ بروح العمر إن شاء الله. من هو توأم روحك؟ توأم روحي هي نعيمة تقريبا. حمام زاجل يحط على نافذتك حاملا رسالة من مجهول، ممن تتمنين لو تكون؟ أتمنى أن تكون من رسالة من الوليد بن طلال، باش يقول لي إنه أنا عدلت في الإدارة وصار في إدارة جديدة إن شاء الله. جريمة تتمنين ارتكابها؟ أتمنى أني أكون أرتكب على مسرح الأولمبيا جريمة أني أغني 4 ساعات إلى لأطرب الجمهور كله، والناس يقول لك الله يا مجرمة أنت. قطعة فحم وجدار أبيض، ماذا سترسمين عليه وماذا تكتبين تحت الصورة؟ أحبك يا جزائري وحوقع بدمي. وفي الأخير كلمة للجمهور.